الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو طريقه عمل الحميض بطريقه مختلفه عن اي طريقه خالص. اهيت طعمه جميل ومغذي ومفيد وصحي خالص، حاجه طبيعيه خالص من الارض يعني. ما فيهاش اي مواد كيماويه ولا فيها اي مواد حافظه ولا اي حاجه، حاجه طبيعيه من الزرع على الطبيخ على طول. قدامك اهوت، هو اخضر، بتنقي الورقه السليمه طبعا والخضره، وتشيل عرق التخين اللي فيها، تبقى الورقه زي ما هي، زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده. تغسليه طبعا كويس خالص. نيجي بقى عندي ميه سخنه مغليه، حط فيها طماطمايه وبصلايه وتلات اربع فصوص توم لما تغلي، ونحط بقى عليها ايه الحمص زي ما انتوا شايفين كده. بس الحمص لازم تغسل كويس اهو. قدامك اهو، هيفضل بقى يغلي كده، هو بيستوي بسرعه، بيخش حاجه اهو. استوى، تقول انه بتغير كده اهوت اهو. استوى خالص، واللون بقى زي ما انتوا شايفينه كده اهوت. هناخده بقى نعمل الدقه بتاعته. معايا بصلايه، معلقه سمنه كبيره بلدي طبعا، 5 6 فصوص توم، حمرهم مع بعض كده. وتحط توابل بقى او كمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه قدامك اهيت. وتحمرهم شويه، وتحط عليهم بقى معايا برضو ربع كيلو لحمه، انا عاملاه بلحمه، ربع كيلو لحمه مفرومه. بشوحها برضو اللحمه كده اهيت، بتفك معاك عشان كانت متلجه عندي في الفريزر. وتحط الطماطم بقى عليها تستوي شويه، الطماطم تغلي باللحمه والبصلايه تستوي شويه. على بقى ما تستوي بناخد الحميد دهوت نضربه في الخلاط اهو. وما تزوديش الميه، لو عندك شوربه اعملي شوربه، انا حاطه لحمه عشان ما عنديش شوربه. قدامك اهوت اللحمه المفرومه. بعد ما استوت بنحط عليها بقى قد كبشه ايد كده واحده رز اهو. تغسلي طبعا وتحطيه على اللحمه بعد ما استوت كده، قد كبشه ايد واحده رز، تغسليه وتحطيه عليه اهو. وحطيت بقى الحميد بقى، وبقى انا ضربته في الخلاط على الرز واللحمه اهيت. وتغليه بقى، ولو احتاج منك بقى، انا حاطه بقى لحمه، فهنحط ميه. زودي ميه على حسب السمك بتاعه، على حسب ما انت محتاجه يعني. ومعايا بقى الدقه الاخيره اهيت اهو، بيغلي اهوت. حطيت ملح، ملحته طبعا اهوت، بس بيغلي شويه كده. معايا بصلايه برضو ونص راس توم كده اهيت، بتحمريهم برضو في معلقتين سمنه كبار اهوت. حط عليهم بقى كزبره ناشفه و3 معالق سمسم. السمسم ده بيديله طعمه حلو. وكزبره الناشفه تحمريهم بقى كده وتضيفوهم عليه بعد ما يغلي في الاخر على الاكل، على الاكل على طول يعني اهو. ده يعني حطاه عشان الصوره يعني التصوير. ده سمسم وبصل وتوم متحمر في معلقتين سمنه كبار بلدي طبعا، سمنه بلدي اهو. تاكلي معاه بقى سلطه، مخلل، اي خضار عندك حطيه اهو. طعم وريحه في منتهى الجمال. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. جربوها هيعجبكم. اكله مغذيه ومفيده، ومناكلهاش غير مره واحده في السنه، وطبيعيه خالص من الارض من الزراعه يعني، على الاكل على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.